شغالين؟ ماشي. بقول لك ايه، مش عايز قلق عشان داخلين على شغل جامد. ها، ناس كتير جدا عملوا تقويم وتعبوا فيه جدا، وفي الاخر اسنانهم رجعت تاني اتغير مكانها وشكلها باظ. ليه يا جماعه ده بيحصل؟ ليه؟ ده انا تعبت وشقيت سنه ونص رايح جاي من عند الدكتور، والسلك يشكني هنا ودي تقع ودي تعب، حاجات كتير قوي. بعد كل التعب ده اسناني تبوظ تاني في خلال 3 4 شهور. المشكله هنا يا صديقي العزيز، خليني اقول لك ان هي مش من الدكتور، هي منك انت. الدكتور ممكن يكون مساهم معاك لان هو ما وعكش وقال لك بما فيه الكفايه كتير، خلي بالك، وتعليمات وحاجات كتير هقول لك عليها دلوقتي. بص يا صديقي، بعد ما بنخلص تقويم اسنانك بتكون عايزه ترجع للمكان القديم اللي هي كانت فيه، ظنا منها ومن جسمك ان هو ده المكان الصح. طب احنا دورنا ايه؟ دورنا نثبتها في المكان الجديد ونمنعها تماما ان هي تفكر حتى تتحرك وترجع للمكان القديم. فبنعمل ده ازاي؟ بنركب حاجه اسمها مثبت. يعني ايه مثبت؟ مثبت ده حاجه بتثبت الاسنان علشان ما تتحركش. ايه هي انواعه؟ نوعين. النوع الاول بيكون مثبت داخلي ثابت مش متحرك، وده بيكون عباره عن سلك بيتلزق على الاسنان من جوه، وبيكون بيوصل من الناب لحد الناب بس. اما بقى المثبت المتحرك وبيكون عباره عن حاجه بلاستيك شفافه بنلبسها وبنشيلها، نقدر نلبسها عادي ونشيلها وقت الاكل ونرجع نلبسها تاني. طيب نعرف ازاي بقى يا دكتور ان اسناننا اتحركت؟ لو جينا نلبس المثبت ده ولقيناه مش راضي يدخل او بيدخل بصعوبه، هنعرف هنا يا صديقي ان اسنانك بدات تتحرك، ودي مشكله كبيره لازم تخلي بالك منها. هتروح بسرعه للدكتور بتاعك وهتقول له حصل معايا كذا، وهو هيقول لك هنتصرف ازاي. لو انت عايز تحافظ على فلوسك اللي انت صرفتها وعلى اسنانك اللي شكلها بقى جميل، موضوع المثبت ده ما ينفعش يبقى اوبشن ولا فيه هزار ولا اصلا انا زهقان اصلا انا مكسل. افتكر دايما الايام اللي انت كنت بتروح فيها لدكتور الاسنان كتير ازاي، والفلوس اللي صرفت قد ايه، والبس المثبت بتاعك علشان اسنانك ما تتحركش. وبس كده يا صديقي. لو عندك اي استفسارات او اسئله ما تنساش تسالها لنا في الكومنتات. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى نعمل لايك وشير لناس كتير تستفيد، ولايك دي معناها شكرا. فانا بشكركم على حسن الاستماع لو وصلت لحد هنا، واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. اكيد هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي في حاجه مهمه جدا، وهي عن زراعه الاسنان. واكيد مش هننسى نصلي على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.